كيبدا الكلم ديالنا مع هاد السيده اللي خدامه منظفه في الكوميساريه. ديما كتكون ناشطه وكتشطح وكتجمز بحال ما عندها حتى شي هم في هاد الدنيا، ناسيه راسها بحال شي فراشه. ووسط من النشاط ديالها زلقات وجات في واحد الصندوق فيه ادله مهمه ديال واحد جريمه القتل، وكتشد شويه ديال الصور وكتبدا تشوف فيهم، وشويه بدات كتفهم اش واقع، وشافت في اللوحه ديال الجريمه اللي دايرينها البوليس، وكتلاحظ باللي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، وكتبدل الكلمه ديال المشتبه فيه وكتكتب في بلاصتها الضحيه. في الصباح في الكوميساريه وكانت رئيسه التحقيقات كاتيك والمديره ديال قسم الشرطه سيلينا كيكملوا التحقيق ديالهم، والمحقق كيكشف باللي المتهم الرئيسي في هذه الجريمه هي مرات الضحيه وسميتها لانيتا كوستا، اللي حتى هي محاميه معروفه، ولكن من بعد ما مات راجلها اختفت بشكل مفاجئ، وبنتها اللي كاينه برا المدينه كتكمل قرايتها. وفي ديك اللحظه واحد من المحققين كيشوف التصحيح في ديك البورد ديال الجريمه وكيتعصب بزاف. Who did this? وكيقول باللي اي واحد جرأ وبدل شي حاجه في الادله غادي يخلص وغادي يدخل الحبس. ومن بعد كيعطي الامر لواحد منهم باش يتاكد ويعرف شكون اللي لعب في البورد. وفي نفس الوقت مورغان مع ولادها بثلاثه كيتسوقوا في المول، وبنتها الكبيره كترجاها باش تشري ليها واحد الحاجه، ولكن مورغان كترفض وكتقول لها باللي خاصهم يقتصدوا. ومن بعد كتهز داكشي اللي بغات وكتخبيه في الكروسه بلا ما تشوفها. وملي وصلوا للبوابه ديال الاداء كيحسب الثمن وكيقول لها اكثر من الحساب اللي كانت دايره في راسها، ومورغان وهي تقول لي كاين شي خطا في الحساب. ومن بعد مورغان كتعرف باللي بنتها هي اللي زادت داك الغرض بلا ما تقولها ليها، وداك الخدام كيتعجب برده فعل مورغان وبالطريقه كيفاش حسبت الثمن بالضبط. في طريقهم للدار مورغان ما عندها حتى شي مشكل تبقى غاده معاهم بالكروسه وطلع بها حتى في الطوبيس، ولكن بنتها كتقول لها علاش ماما ما تجيبيش الطوموبيل. مي مورغان خسرات ليها الطوموبيل وما بغاتش تصاوبها حيت الاصلاح كان غيتقام عليها غالي، وهي ما عندهاش باش تصرف عليه دابا. وفي الكوميساريه الفارق كيتفاجئ ملي كيشوف الفيديو ومورغان كترقص وكلشي تعصب من التصرفات ديالها، وكيمشيو عندها للدار باش تجي تشرح لهم داكشي اللي دارت في الكوميساريه. ملي وصلت للكوميساريه وراوها الفيديو وسولوها علاش هزت الادله ديالهم وبدلاتهم، ومورغان قالت لهم باللي عندها واحد الهوس غريب فيما كتشوف شي حاجه ماشي في بلاصتها كتجيها رغبه قويه باش تبدلها، حيت ما كتقدرش تنعس مرتاحه الا ما دارتش هادشي. وكاديك كيبان فرحان لحقاش لقى الفرصه فين يشدها بتهمه ديال التلاعب بالادله، ولكن المديره كتحل الدوسي ديال القضيه وكتسول مورغان شنو رايك في الجريمه. ومورغان بالتحليل ديالها وبالانتباه القوي للتفاصيل ان لاميتا ماشي هي المشتبه فيها، انها هي الضحيه، وكتاكد باللي ان كان تعرف تلف مكان الجريمه، وان لانيتا غير مخطوفه لان حتى لدابا باقي ما لقاوهاش. وفي ديك اللحظه واحد من المحققين كيدخل وكيقول فعلا بان كان شي شخص ثالث بيناتو الكاميرا دخل لعائله كوستا قبل ما توقع الجريمه، وهذا الشيء كان كيثبت النظريه ديال مورغان على الاقل صحيحه، ولكن اتيك كانت الكبرياء ديالو كبيره وقال الاودز دي مورغان الحبس حتى يشوفوا شنو غادي يديروا معاها. Yeah, I know how to stand. ومن بعد ما دخلت مورغان الحبس والمدير كتقول لهم يخدموا على الاساس ديال الهضره اللي قالتها مورغان، واخا كاديك كان معصب لحقاش المديره حلات الدوسي قدام مواطنه عاديه، ولكن هي كتوصل ليه واحد الفكره ديال ان كون ما كانتش مورغان ما غيوصلوش لهذا الشيء. وواحده من المحققات سميتها دافني كتقدر تجبد الفيديوهات من الكاميرا اللي في الدار ديال عائله كوستا، وكتكتشف ان واحد السيده سميتها ليشكا زارت الدار قبل ما توقع الجريمه. كيجيبوها للتحقيق وليسكا كتعترف بانها زارت عائله الضحيه، ولكن كتقول بان الزياره كانت من 3 شهور، وكتوضح لهم باللي السبب كان هو لانيتا دافعت على المدير ديالها في واحد القضيه ديال الاعتداء وربحاتها، رغم ان انيتا خاصها تحمي النساء اللي كيتعداو عليهم. ولكن كاديك كيقول بان الفيديو كيبين بانها كانت في دار كوستا البارح، ولكن هي كتنكر وكتقول لهم باللي انها كانت في الدار وكانت تخدم النهار كامل. ومن بعد كيخرجوا مورغان من الحبس، وفي ديك اللحظه كتلاحظ بان الفيديو ديال الكاميرا اللي تجبد من دار عائله كوستا في خطا في التوقيت، وهي كتقولها قدام الجميع. وكاديك تعصب حيت لحقاش هي كتدخل راسها في شي حوايج اللي بعادين عليها، وهي كتسيني على الوراق ديال اطلاق السراح، وقبل ما تخرج المديره كتعيط عليها
كتعيط عليها وكتقول لها تشرح شنو كانت كتقصد في التوقيت ديال الكاميرا. ومورغان كتفسر ليهم باللي الاتجاه ديال الريح اللي كان في داك الفيديو ومع الاتجاه ديال الكنيسه اللي موجهه الشرق كيبين بان السيده ما كانتش في دار كوستا البارح. الفيديو قديم ديال 4 شهور وهذا كيعني بان شي واحد تلاعب بالتوقيت ديالو. ومن بعد ما كشفات هاد المعلومات مورغان كتخرج من القاعه والمديره كتجري وراها، كان عندها فضول وسولاتها كيفاش كتقدري تفكري بهذه الطريقه العبقريه. ومورغان كتجاوبها باللي عندها الاي كيو 160 يعني عبقريه لواحد الدرجه اللي كبيره، ولكن كتقول لها بان هاد النعمه عندها ثمن حيت دماغها كيبقى ديما خدام بحال لعبه الموت وما كتقدرش تحافظ على خدمه مستقره ولا العلاقات ديالها في حياتها. برا الكوميساريه كان الصديق ديالها كيتسناها وما كانش مفاجئ باللي تشدات، وفي هذيك اللحظه كيظنها واحد البوليسي بانها خدامه في الزنقه وهذا الشيء عصبها بزاف وبدات كتضربو، واللي كيخلي البوليس يشدوهم ويدخلوهم مره اخرى للحبس. وصاحبها بقى كيغوت عليها حيت ما قادش على التهور ديالها، ولكن من بعد كيصلحوا الامور ديالهم بسرعه. وفي نفس الوقت كاديك كيمشي يتلاقى مع بنت لاميطا اللي باين عليها مدمره من هذا الشيء كامل، وكاديك بقى كيطمن البنت وكيقول لها باللي غيلقاو الناس اللي داروا هذا الشيء وغادي يجيبوهم للعداله. ولكن قبل من هذا الشيء خاص يسولها شويه الاسئله على الام ديالها. ليتيك كتظن باللي الام ديالها ماتت، ولكن كاديك كيقول لها العكس وكيأكد لها بانهم مازال ما لقاوهاش ولكن غيلقاوها قريب. كاديك كيمشي عند المديره وكيطلب منها الاذن باش يمشي يفتش المكتب ديال لانيتا حيت البنت قالت ليه بان الام ديالها كانت كتكتب شي رسائل، ولكن المديره كتقول ليه بان لانيتا محاميه كبيره في واحد الدفاع ديال واحد الشركه معروفه وما عندهمش الحق قانونيا باش يدخلوا لعند المكتب بلا رخصه. ولكن كاديك كان مصر وقال لها ضروري خاصنا نحاولوا حيت يمكن نلقاو شي دليل. المديره عطاتو الموافقه ولكن قالت ليه دي معاك مورغان. كاديك ما عجبوش الحال ولكن المديره كتفكروا وكتقول له كون ما مورغان كون كاع ما وصلتوا حتى شي حاجه في هذه القضيه. مورغان كتهز التليفون وكتعيط على واحد جارها وكتطلب منه يبقى مع ولادها حتى ترجع. ومن بعد كتشوف ليتي جالسه بوحدها ومني شافت في الدوسي عرفتها بانها هي بنت لانيتا. مورغان كتمشي عندها وكتحاول تهدنها وكتقول لها ما تخافيش غنتعاونوا باش نرجعوا ماماك بخير وعلى خير. وكتسولها كتقول لها واش عندها شي صوره جديده ديال الام ديالها. ليتي كتوريها تصاور ومورغان كتطمنها وكتقول لها راه كلشي غيكون مزيان. المديره كتجي عند مورغان وكتطلب منها تعاونهم باش يحلوا لغز هاد القضيه، ومورغان بطبيعه الحال كتوافق وكتمشي مع ليتي لدار خالتها. ولكن كاديك كان كيحضر مورغان وكيقول لها عندك تقولي ولا ديري شي حاجه اللي تخرب لينا الخطه ديالنا كامله. كاديك كيحقق مع اخت لانيتا وكيقول لها واش كتعرف على واحد الرساله اللي توصلت بها اختها، ولكن هي كتقول ليه باللي ما عارفه والو. مورغان بدات كتلعب بواحد الحوايج في الغرفه والسيده بدات كتسول قالت لي علاش مورغان كدوز يديها على الحوايج، وكاديك كيقول لها بلي هي راه مستشاره في القضيه. مورغان دخلت في الهضره وبدات كتسول السيده على الخدمه ديالها وكتفاجئها بواحد الملاحظه وكتقول لها بانها قادره تشوف شنو كاين في الكمبيوتر ديالها من البعيد. السيده تفاجات وكاديك تعصب بزاف حيت مورغان كتدخل راسها وكتبقى تسول وهو قال لها ما تقولي والو. ومورغان كتقول ليه راه ضروري خاصنا نلقاو ديك الرساله في المكتب ديال لانيتا حيت باين باللي اختها كتكذب وكتخبي شي حاجه. ولكن كاديك ما كانش كيبغي يسمع وقال لها ما بغيتكش تشاركي في المهمه الجايه، وكيبان معصب حيت ما بقاش كيشوفها ضروريه ليه. مورغان كتخليه وتمشي وكاليك كيمشي كيتلاقى مع المدير ديال شركه المحاماه باش يطلب منه الموافقه باش يفتش المكتب ديال لانيتا، ولكن المدير كيرفض وكيقول ليه الا كان عندك امر قضائي مرحبا. وهنا كاديك كيتعصب بزاف وكيدخل الحمام باش يفرغ الاعصاب ديالو. وشويه كتبان مورغان جات لعندو هي شاده ديك الرساله في يديها وكتقول ليه باللي تسلات المكتب ديال لانيتا وجبدات الرساله. كاديك كيشعل عليها ما عجبوش الحال قال لها عرفتي شنو درتي دخلتي شركه المحاماه واش عرفتي شنو درتي راه ممكن يرفعوا علينا دعوه وممكن ندمروا ماديا. ومورغان كتقول ليه راه الرساله فيها سميه ديال مشتبه جديد وسميتو دايمن وممكن يكون هو السفاح الحقيقي ديال عائله كوستا. وكاديك كيشد راسو وكيامرها باش ترجع الرساله كما لقاتها في بلاصتها، ولكن كيوعدها بانهم غيحقوا مع دايمن والمهم هو الرساله ترجع للمكتب ديال لانيتا بلا ما يخليو حتى شي اثار. وفي التحقيق مع دايمن
كاديك بدا كيواجهو بالحقيقه وكيقول ليه باللي سبق ودعاتو ديشكا بالاعتداء، ولكن المحاميه ديالو لانيتا ساعداتو باش يربح القضيه. وكيقول ليه قبل ما تبدا الجلسه لانيتا توصلت بواحد الرساله من واحد السيده سميتها ساره اللي حتى هي كانت ناويه تجرو المحكمه على الاعتداء، ولكن للاسف من بعد ساره انتحرت. دايموند كيرفض يجاوب وكيتفادى كلشي الاسئله، وفي ذاك اللحظه كتجي مكالمه من دافني وكتاكد باللي دايما ما كانش في المدينه في الوقت اللي وقعت فيه الجريمه. وهنا مورغان ما بغاتش تصدق وكتقول ليه ما كاين حتى شي سبب مقنع بان دايما غيكون في مونطانا، وهي تقول لكاديك سولو شنو كان كيدير تما، ولكن الوقت كان فات حيت التقرير ديال الضباط اللي تسللوا لمكتب المحاماه وصل للمديره، وهذا الشيء خلق مشكل كبير. والمديره غضبت بزاف ملي سمعات تسللوا المكتب بالاخبارها وغوتات على كاديك وقالت له علاش انت كتغامر بهذه الطريقه. وكاديك بقى كيبرر في راسو وقال ليه اللوم ماشي عليا، راه مورغان هي السبب. وفي ديك الليله بقات مورغان كتقنع في كاديك باش يسول مورغان شنو كان كيدير تما في ديك مونطانا، ولكن كاديك ما بغاش، قال لها سيري بحالاتك للدار، راه انت عندك عائله وخليها التحقيق للمحترفين، راك كديري في الفوضى وهذه ماشي طريقه احترافيه باش كنخدموا. وفي العشاء مورغان كتلاحظ باللي بنتها ماشي في المود، كتشوفها مشغوله في التليفون ديالها وباين عليها مقلقه. مورغان كتقول لها شنو عندك؟ البنت كتحني راسها لتحت وكتقول لها كنحس براسي ما كنسوى والو، ماشي بحالك، حتى خويا الصغير كيعرف لا الرياضيات المعقده وانا مكلخه بحال الجينات ديال الذكاء ما عنديش، واقيلا خديت من الاب ديالي واخا ما عمرنيش شو ولا عرفت حتى شكون هو. هاد الهضره ديال بنتها اثرت فيها بزاف وبداو الدموع كيهبطوا بلا ما يحبسوا. في الصباح بعد ما خرجت من بيتها كدير مجهود باش توصل الولاد للمدرسه، ولدها الصغير كيلاحظ شي راجل واقف قدام الحديقه. مورغان كتخرج تشوفو كتلقاه كاديك وبغى يسولها علاش بغيتيني نرجع نسول دايما على مونطانا، وكتعرض عليه يدخل ولكن كتقول ليه بان دايما راه ما عنده حتى شي سبب منطقي بانه كان في مونطانا، حيت ديك المدينه مدينه ميته وما فيها والو. ولكن كتفكر فاش كانت كتقلب في دار صوفيا اخت لانيتا شافت واحد الحاجه في الغرفه ما كانش عليها الغبره وتحتها كان مكتوب فونطانا، وهذا الشيء كيأكد لها باللي صوفيا كانت تما وحتى دايما حتى هو. وكاديك حاول يبرر ليها وقال لها راه ما كانوش بعدا هنا في المدينه في وقت الجريمه. ومورغان كتسكت شويه وكتفكر واحد الورده ديال اللادي البنت ديال لانيتا، ومشات كتسول الجار ديالها على واحد النوع ديال واحد الورد، قالت ليه شحال المده باش كيدبل، كتكون بدات كتربط الخيوط في دماغها وباينه باللي قربت تكتشف شي حاجه مهمه. قال لي هذا النوع ديال هذا الزهور كيعيش 4 ديال الايام قبل ما يدبل. ومورغان كتشد هذه المعلومه وكتبقى تفكر في دماغها وكتجيها فكره ديال دايما وصوفيا كانوا في علاقه، ودايما كان كيتقرب منها باش يوصل لانيتا حيت هي الوحيده اللي تقدر تعاونو في القضيه ديال لاشكا. ومن بعد ما كدير ولاد المدرسه قالت ليه الاحتمال الكبير هو ان دايمون وصوفيا مشاو عند لانيتا للدار باش يضغطوا عليها تعاونوا في المحكمه، ولكن المشكل الكبير هو ان راجلها كان حاضر تما في ذاك الوقت، ودابا خاصهم يتاكدوا من التوقيت الحقيقي ديال الجريمه. وملي كيوصلوا لدار عائله كوستا مورغان بالتحليل ديالها كتستنتج من التفاصيل الصغيره ان دايمون وصوفيا جاو باش يهدوا لانيتا، ولكن راجلها شافهم كيهدوها بالعنف فتخلاه ومشى جاب بردي. ولكن حيت راجل لانيتا ماشي من النوع اللي كيواجه دايما قدر يسيطر عليه بسهوله وخدا منه الفردي وطلق عليه الرصاص وقتلو. الامور بدات كتوضح ولكن القضيه مازال فيها الغموض، ولكن بان واحد المشكل جديد كيفاش غيكون هذا الشيء وقع على حسب التقرير، حيت دايمون وصوفيا كانوا في مونطانا نهار الجريمه. ولكن بالنسبه لمورغان العبقريه هذا اللغز ماشي لغز كبير، كتبدا تجمع الافكار في راسها وكتفكر باللي شاف في الصوره واحد الزهور ميتين، ولكن عند ليتي كانت عندها صوره قديمه ديال امها. لانيتا كتشد نفس النوع ديال الورد وكان باقي ما دبلاتش، وهذا الشيء كان قبل الحادثه ب3 الايام فقط. وهنا مورغان كتبدا تربط الامور. صوفيا كانت عالمه في النباتات وعندها معرفه عميقه في النباتات، ودايما كان خبير في الامن التكنولوجي، يعني كيعرف يتلاعب بالكاميرات وبالانظمه. وفوق هذا الشيء الدار فيها شجره وسط الصالون ونظام ذكي ديال التحكم في المناخ.
بمعنى يقدروا يكونوا تلاعبوا بدرجة الحرارة والرطوبة في الدار باش يخليو الزهور ما يذبلوش بسرعة ويوهموا البوليس بأن الجريمة وقعت في نهار مختلف. وبهذه الطريقة دايما وصوفيا قدروا يديروا الجريمة ويهربوا لمونتانا ويستعملوا التقنية باش النباتات يموتوا وهنا يزوروا التوقيت. ودايما قدر يجمد جثة رجل لانيتا، يعني خلاه مجمد باش يوقف التحلل، وهكا باش يوهموا الناس بأن الجريمة وقعت في نهار آخر في اليوم اللي من بعد هاد الاشكال جات تزور دار كوستا. وهنا دايما استغل الفرصة وركب ليها التهمة باش تبان بأنها هي القاتلة. أما في القضية ديال لانيتا صوفيا ما قدرتش تأذي اختها وخطفوها غالبا في فونتانا باش يربحوا الوقت ويفكروا شنو غادي يديروا من بعد. مورغان كانت كتقلب في الصالون ديال العائلة اللي مرسوم في الحال، كتشوف الصورة ديال واحد الدار قديمة وريفية وكتلاحظ بأنها كاينة في فونتانا. هنا كتقول مع راسها يمكن يكون مخبي لانيتا في هاد البلاصة، وكاتيك كيعيط مباشرة للفريق ديالو وكيقول لهم يوجدوا راسهم للمداهمة. وملي كيوصلوا كيلقاو لانيتا مازال حية محبوسة ولكن كانت بخير، وبنتها مشات كتجري عندها باش تعنقها والدموع في عينيها. وكادي كيعطي لمورغان نظرة ديال الاحترام والتقدير، والمديرة كتقرب منها وكتقول لها بغيتك تخدمي معنا مستشارة في القضيات المعقدة، ولكن مورغان كترفض العرض وكتقول لها باللي ما باغاش تخدم معاهم. لا غد ليه منين دوزت شويه د الوقت مع بنتها كتلاحظ باللي ان البنيه كتوحش الاب ديالها وكتحس باللي كانوا مقولبينها السلطات فين كان مشى راجلها القديم. ومورغان قررت باش ترجع للكوميساريه وكتقبل العرض الخدمه كمستشاره، ولكن بشرط تخدم على طريقتها والشروط ديالها. ومن بعد كتقرب للمديره وكتطلب منها تعاونها باش تبدا البحث على راجلها القديم حيت باقي ما عرفتش الحقيقه كامله. وحتى لهنا غيكون سال الفيلم ديالنا. شكرا على المتابعه، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساش دير ابوني وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالنا.